راسية من فيكتور تحولت لمكابي، لكن الدفاع عن طريق عثمان عيسى. بانجا راسية خاطئة، فرصة وأبو 20 يتألق، كرة ملعوبة والهدف الأول. الهدف الأول لفريق، لكن مرت لخارج الملعب. فرصة كانت خطيرة، والكرة تحولت لمرتدة سريعة. عبد الرؤوف يتقدم للأمام، فرصة هلالية خطيرة على الجهة اليسرى، محاولة والكرة مرت من عادل عبد الرسول، والكرة ضاعت على الهلال وتحولت لخارج الملعب. فرصة ذهبية كانت في الأول للمهاجم الصادق آدم، وتحولت إلى مرتدة هلالية سريعة. شوف الكرة الماضية، تسديدة تألق لعلي أبو 20 ومحاولة ثانية، كانت فرصة كانت في الشباك الهلالية ولكن من الخارج، وبالتالي الكرة لم تدخل للشباك. الآن كرة ملعوبة هلالية عن طريق اللاعب أنه بين وقبل انطلاقة الشوط الثاني تم طرد أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق الفلاح. عبد الله فرصة معاذ، فرصة خطيرة والكرة في المرمى. جول أول يأتي لأصحاب الأرض، والهدف الأول في هذه المباراة يأتي لمصلحة الفلاح أصفر. كرة خلف دفاع الهلال، هدف أول في هذه المواجهة لمصلحة أصحاب الأرض. فرصة كبيرة والعناق الكبير، وهدف أول عن طريق فريق الفلاح أصفر. كرة من معاذ الطاهر خلف سلم بانجا، هفوة كبيرة ومعاذ الطاهر تحضير، ويأتي الهدف الأول في هذه المواجهة. فرصة كانت رائعة، وهدف في القدم اليسرى عن طريق اللاعب أو القائد والكابتن المصباح فيصل، يسجل أول أهداف هذه المباراة، وهو بالمناسبة أول هدف يحرزه الفلاح في شباك الهلال من خلال المواجهات الماضية والمواجهة الحالية. إذن هدف لأصحاب الأرض عبر القائد والكابتن، يحلق بفريقه في هذه المباراة ويسجل. هل ينجح الهلال في إدراك التعادل من خلال الاستفادة من هذه الكرة الثابتة؟ مورو، كرة في المرمى، مورو يدرك التعادل، يسجل بطريقة رائعة. إبراهيم مورو، كرة رائعة جدا في الشباك. ينجح الغاني في إدراك التعديل في هذه المباراة بعد كرة رائعة صعبة على عادل عبد الرسول، كرة يتفرج عليها عادل. هدف التعادل لفريق الهلال بكرة ثابتة نجح من خلالها إبراهيم أيمورو في تدوين وتسجيل التعادل بكرة لا تصد ولا ترد. إذن 1-1، كل فريق يبحث عن هدف من أجل تأمين النقاط الثلاث. كرة ملعوبة لمعاذ الطاهر، فرصة سقوط وركلة جزاء بصافرة الدولي عبد العزيز ياسر. سقوط معاذ الطاهر بالكرة الماضية مع فيدينيو ومع والد الدين اللي ارتكب الهفوة، وركلة جزاء حسب صافرة الدولي ياسر. المصباح يلعب كرة ضاعت الفرصة، عادت من جديد وضاعت. لابين يتقدم الجامبي، محاولة للمرور وفرصة وثنائية وكرة داخل منطقة الجزاء وركلة جزاء للهلال، ركلة جزاء للامين جارجو، ركلة جزاء كما احتسبت ركلة جزاء للفلاح على ركلة جزاء للهلال، وبطاقة صفراء على عثمان عيسى. كرة الماضية ثنائية مع ليلوبو داخل منطقة الجزاء، وعثمان عيسى في الكرة الماضية. ركلة جزاء لصالح الهلال، ركلة جزاء مكابي ليلوبو، والهدف الثاني مكابي ليلوبو يدون ويسجل الثنائية الهلالية في هذه المباراة. صراحة بعد مباراة كبيرة في هذه المواجهة بين الفريقين نجح الهلال
في الاستفادة من المواقف الثابتة تحديدا عبر ركلة جزاء. ينجح مكابي ليلوبو في تسجيل ثاني أهدافه في الدوري الممتاز، سجل في مرمى ودنباوي والآن يسجل عبر ركلة جزاء صعبة على عادل عبد الرسول، وكرة هلالية على يسار الحارس. والهدف الثاني عبر الكونغولي مكابي ليلوبو ينجح في نصر الفرحة على محيا الجماهير الهلالية. مكابي يسجل هدف هلالي ثاني.